أنا مسعد أبو فجر، كاتب من سيناء، من قبائل شبه جزيرة سيناء. مثلت قبائل شبه جزيرة سيناء في لجنة إعداد الدستور سنة 2014 2013 2014. ومن وجهة نظري يعني أنه في مشكلة عميقة بين الدولة المصرية، بين طبيعة الدولة المصرية وبين شبه جزيرة سيناء، لأنه هذه المشكلة مشكلة تاريخية. أشار لها سيد القمني في أحد القنوات، في أحد البرامج التلفزيونية، لما قال أنه لم يوجد فرعون في تاريخ مصر إلا وشن حملتين أو ثلاثة أو على الأقل واحدة ضد سيناء. إذا إحنا أمام مشكلة حقيقية، والحرب اللي اليوم بيشنها الجيش المصري على سيناء أو في شبه جزيرة سيناء، أنا لا أستطيع أن أنظر إليها خارج هذا السياق. على الناحية الأخرى، أنه المتأمل لسيناء سوف يكتشف أنها مكان مسالم جدا. حتى في التاريخ يعني. يقول الدكتور فراس سواح، أستاذ علم الحضارات في الشرق الأوسط أو أستاذ حضارات الشرق الأوسط، أنه أهل سيناء شاركوا مشاركة إيجابية وخلاقة في الحضارة الهلينستية. على سبيل المثال، عندنا لوح طيني من أيام الملك سراجون الثاني في العراق سنة 800 قبل الميلاد، بيتكلم عن بيرسل رسالة، عبارة عن رسالة إلى شيخ وادي العريش وشمال سيناء، أو وادي العريش وشبه جزيرة سيناء. فإحنا أمام هذا بيعطينا معطيات أنه والله الناس اللي في سيناء صالحين للحياة يعني. ثانيا، الأسماء يعني كلها سالم سلم سليم، أسماء كلها مسالمة يعني وتوحي بالسلام. ثالثا، سيناء بطبيعتها كممر بين أفريقيا وبين آسيا مشغولة بالسلام، لأنه لا يمكن أن تمر القوافل بدون سلام. يعني الحجاج، سواء قوافل التجارة أو قوافل الحجاج، يعني قوافل التجارة بتجي من شمال أفريقيا وتعبر سيناء إلى آسيا أو إلى بلاد الشام وإلى بلاد الجزيرة العربية وما بعد الجزيرة العربية وما بعد الشام. وكذلك القوافل بتجي من الشام ومن الجزيرة العربية وتعبر إلى مصر وإلى ما بعد مصر وإلى أفريقيا أو شمال أفريقيا وعمق أفريقيا حتى. إذا إحنا في مكان بطبيعته لابد أن يكون مسالما، لأنه عبارة عن شبكة هائلة من الطرق. كمان الحجاج المسلمين اللي بيجوا من شمال أفريقيا بيعبروا سيناء، وأهالي سيناء يعني هم اللي بيستلموهم من حدود سيناء حتى يعبروا بهم إلى الناحية الأخرى من حدود سيناء في طريقهم إلى مكة. الحجاج المسيحيين من شمال أفريقيا كانوا بيجوا في طريقهم إلى القدس، وكانوا بيعبروا سيناء، وكان أهالي سيناء هم اللي بيحرسوهم وهم اللي بيخدموهم وهم اللي يعني بيقدموا لهم الخدمات اللوجستية اللي بيحتاجها عابر الطريق يعني. كذلك اليهود كانوا بيجوا من اليمن في المراكب في السفن، ينزلوا في السويس، ومن السويس بينقلهم أهالي سيناء في طريقهم إلى القدس. يعني إذا إحنا في مكان مسالم تاريخيا يعني، ما عدا الدولة المصرية تتعامل معه بشكل في سؤال. هذا كلام أنا بشوف أنه لا يمكن أن ننظر للحرب اليوم بعيد عن هذا الكلام. هذا الكلام لازم يكون في ذهنيتنا وإحنا نتكلم عن الحرب اليوم. إيه اللي دفع سينا للكلام هذا يعني؟ إيه ما الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة؟ من وجهة نظري أنه الدولة المصرية لديها مشكلة في طبيعتها ضد أهل سينا. ربما لأنها كانت، لأنه سينا متنوعة أو فيها شعب أصلاني لا ترى أنه مصري كما هي تضع ستاندرد للوطنية المصرية. يمكن يعني محمد حسين هيكل في حوار مع روز اليوسف بيقول جاني جمال عبد الناصر وزارني في مكتبي في الأهرام وناقش معي قضية ازدواج الانتماء في شبه جزيرة سيناء أو عند أهالي شبه جزيرة سيناء. لماذا ازدواج الانتماء؟ هذا سؤال أنا شخصيا يعني بلاقيه كلام غريب جدا. طيب، كيف اشتبك عبد الناصر أو كيف تعامل عبد الناصر مع ازدواج الانتماء؟ جاب حاجتين: جاب الدين والمخدرات من ناحية، وجاب تنظيم اسمه الحرس الوطني، وهو تنظيم مأخوذ من ألمانيا النازية، بدخل الناس من سن 16 سنة إلى سن 60 سنة، بياخذ 6 أشهر داخل الحرس الوطني. طبعا بنعمل له غسيل دماغ. قبل هذا الكلام كان الناس اللي في سيناء بيقدسوا الطبيعة، بيقدسوا البحر، بيقدسوا الشجر، بيقدسوا الجبال، بيقدسوا المطر، بيغنوا للمطر يم الغيث غيثينا في أنشودة أو أهزوجة مشهورة. ماذا حدث؟ أعتقد جازما
أن الدولة المصرية مسؤولة عما يحدث في سيناء. بوغتنا بالإرهاب، إحنا كناس محليين بوغتنا بالإرهاب. طيب تدخلنا عند الدولة المصرية، الدولة المصرية جيش غير مؤهل للحرب على الإرهاب، هذا جيش سوفيتي الطراز وغير مؤهل لحرب عصابات مثل حروب الإرهاب يعني. وذهب مشايخ قبائل سيناء، وأنا شخصيا حضرت اجتماع مع مشايخ قبائل سيناء في مكتب المخابرات العامة ومع رئيس المخابرات العامة المصرية سنة 2014. وقال المشايخ لرئيس المخابرات العامة يومها وأنا جالس وأسمع أنه إحنا مستعدين أن نخلص على هذا الإرهاب، وكان الرد بالرفض. المشكلة ليست كمان الرفض، ما هو أقبح وما هو غريب أن الدولة المصرية بدل ما تستعين بالناس العاديين استعانت بناس عليهم أحكام قضائية وصادرة ضدهم أحكام من القضاء المصري بالمؤبدات وبما هو أكثر من المؤبدات. منهم ناس صادرة ضدهم أحكام على جرائم قتل وجرائم تجارة مهربات بأشكال مختلفة. استعانت بهؤلاء الناس وتركت الناس العاديين اللي لهم مصلحة في الاستقرار ومصلحة في الأمن ومصلحة في الحياة يعني. استعانت بناس خارجين على القانون في تكرار سخيف في الحقيقة لحرب تركيا على حزب العمال الكردستاني. تركيا أيضا في حربها على حزب العمال الكردستاني استخدمت أكراد من اللي صادرة ضدهم أحكام ومن الذين يعملون في أعمال غير قانونية. نتيجة الحرب في تركيا أتصور أنها لم تكن لتغري الدولة المصرية يعني. نتيجة الحرب في تركيا ضد حزب العمال الكردستاني ليست ناجحة لحد الآن يعني. ما تزال مشكلة الأكراد متأججة وما تزال دائرة يعني. وبالتالي اليوم نحن أمام خسارة، نرى أن الجيش المصري خسر الحرب في سيناء فعلا يعني. وهذا آن باترسون السفير الأمريكية السابقة في القاهرة في مؤتمر قالت أنه الجيش المصري لا يستطيع الانتصار على 1000 كل الدواعش الموجودين في سيناء حوالي 1000 واحد. قالت آن باترسون أنه الجيش المصري لا يستطيع الانتصار على 1000 داعشي يعني أو 1000 عنصر داعشي، لا يستطيع أن يجلب منهم النصر. الجرائد الإسرائيلية كتبت أنه الأجهزة الإسرائيلية وجهت للدولة المصرية أنه إحنا بنطير معك من فوق، بنستخدم الطيران بحيث أنك تشتغل على الأرض كويس، لكن الجيش المصري فاشل في الأداء على الأرض. إحنا الآن كناس من سيناء لما طبعا نتفاجأ أنه والله هذا الجيش بيقترف كل هذه الجرائم وهي جرائم تطهير عرقي من وجهة نظري يعني، وبيستعين بقتلة. هذا كلام أفقد الحرب شرفها وأفقدها مصداقيتها وأفقدها إنسانيتها وأفقدها أي حرب إن لم تكن ذات شرف وذات مصداقية وذات إنسانية. ما بعتقد أنها بتتحول يعني، على الأقل في الناس المحيطين الموجودين في المكان مش هيحترموها يعني، مش هيحترموها طبعا مؤكد 100%. وبالتالي فهي فقدت احترامها. هذه الحرب بالنسبة لنا احنا كمواطنين محليين فقدت احترامها. اوكي، إذا أردنا الإنهاء على الإرهاب علينا الآن إدخال أبناء سيناء، إشراك أبناء سيناء في تنمية سيناء وفي حفظ الأمن في سيناء. هذا كلام ولن يتم يعني، لن يحدث أن يكون في أمن في سيناء ولن يحدث انتصار على الإرهاب بشكل حقيقي إلا بإشراك أهل سيناء في حفظ الأمن وفي الخطط التنمية، أن يدمجوا في خطط تنموية خاصة بهم طبعا، ويدمجوا داخل سياقات الدولة المصرية، يتم قبولهم في الوظائف، يتم قبولهم في الوظائف ما تعتبره الدولة المصرية وظائف مرموقة مثل القضاء مثلا، مثل الجيش. ممنوع على أبناء سيناء يدخلوا كلية الشرطة، ممنوع أن يلتحقوا بالقضاء، ممنوع أن يكونوا قضاة، ممنوع أن يلتحقوا بالسلك الدبلوماسي. فأنت يعني بتمارس تمييز واضح وظاهر، وأتبعته الدولة المصرية اليوم بالقتل. يعني مدينة رفح سحقت بالكامل من على وجه الأرض. الشيخ زويد تقريبا بقيت فيها بقايا شبه درس متسوس، لم يعد في أحد. العريش محاصرة حصار هائل رهيب جدا. أكثر من اليوم أكثر من 60% من أهالي سيناء تم تشتيتهم في البلاد دون أي غطاء إنساني ودون أي تقديم أي عون لهم من قبل الدولة المصرية. يعني الناس اللي تشتتت هذا اليوم مشتتين في قرى مصر أو في قرى مصر الواسعة يعني خارج سيناء، المفروض أن هذول الناس بيقدم لهم دعم. لماذا رفح؟ أنا يعني لماذا رفح؟ لماذا هذا العنفوان ضد رفح؟ هل بسبب الأنفاق؟ قيادي، أحد القيادات الليبية الكبيرة جدا في نظام معمر القذافي، في مقابلة مع ناس من أبناء سيناء، مع مشايخ من سيناء،
قال انه انا بايدي وصلت ماكينات حفر الانفاق بعلم المخابرات المصريه لحد مطار العريش. اذا ماكينات الانفاق التي دخلت الى غزه لحفر الانفاق تحت الحدود تمت بعلم المخابرات المصريه، لم تتم من وراء ظهر المخابرات المصريه، وهذا اعتراف من قيادي في اجهزه نظام العقيد معمر القذافي، اعترف به لناس من سيناء كانوا بيزوروه، كان او عندهم قعده معه يعني، لانه هو كمان القذافي مرتبط بسباق الهجن في سيناء، وبالتالي فعنده علاقات مع سواء القذافي او سواء نظامه، عنده علاقات مع ناس من سيناء، وبالتالي هذا القيادي حكى لهم انه والله انا وصلت ماكينة الانفاق بيدي لحد مطار العريش. نحن اليوم نستطيع ان نبدا من جديد، اليوم نستطيع ان نبدا من جديد، انه ان يكون هناك تصارح وتصالح بين قبائل سيناء وبين الدولة المصرية، أن يتم الاعتراف بهم كمواطنين مصريين داخل سياق هذه الدولة، لهم كامل حقوق المواطنة. سنة 2007 طبعا، سنة 2007 أصدرت لجنة الأزمات الدولية تقريرها عن سيناء، وفوجئنا بتغيير كامل في السياسة المصرية في سيناء، بدفع المجتمع نحو الفوضى، بدفع المجتمع نحو الإرهاب، بدفع المجتمع نحو الصراعات البينية. طلعت حركة ودنا نعيش زي ما بيقول الدكتور محمد سيد سعيد، وقدمت مشروع هو الأفضل، وصفه الدكتور محمد السيد سعيد بأنه هو لأول مرة في التاريخ تخرج حركة من سيناء وتقدم مشروعا حقيقيا لتنمية سيناء ولحفظ الأمن فيها. للأسف أن الدولة المصرية قابلت حركة ودنا نعيش بأن وضعت 4 من قياداتها أو 4 الذين أسسوها وضعتهم في السجن، حوالي كل منهم قضى 3 سنوات بمجرد إعلانهم لحركة ودنا نعيش، ولم يخرجوا إلا قبل الثورة المصرية بشهور قليلة يعني. هذا هو رد فعل الدولة، ودفعت المجتمع نحو الفوضى، وفي النهاية فتحت السجون، أو حين فتحت السجون، وكان الجيش هو المسؤول عن حماية سيناء من جميع حدودها. فتحت السجون وذهب الإرهابيين إلى سيناء، وإحنا اليوم في الوضع اللي احنا فيه. وطوال هذه المدة كانت القبائل ترسل الإشارة تلو الإشارة للأجهزة المصرية وللدولة المصرية: نحن نستطيع الإنهاء على هذا الإرهاب، نحن لا نوافق على وجود إرهابيين على أراضينا. ولكن الدولة المصرية ظلت تقابل كل هذا الكلام بالصمت المريب وبالصمت المريب. ولذلك حرب الدولة المصرية بالنسبة للمواطنين في سيناء اليوم غير شريفة وغير صادقة ومشكوك في نواياها. أهل سيناء ينبغي أن يدخلوا كشركاء حقيقيين في الحرب عن الإرهاب، وكشركاء حقيقيين في الخطط التنموية من أجل سيناء، وكشركاء حقيقيين في حفظ الأمن في سيناء، وهم قادرين. هذا كلام منتهي، لأنهم حفظوا الأمن في سيناء على آلاف السنوات، وهم يحفظون الأمن ويحفظون الاستقرار وحافظين الأمن وحافظين الاستقرار داخل سيناء. هذا المشهد اللي احنا شايفينه اليوم لم يحدث الا مع الدوله المصريه، الا مع مجيء الدوله المصريه. قبل الدوله المصريه لم يكن هذا الكلام موجود يعني. كل الدوله المصريه سيطرتها الضعيفه على سيناء، والامن موجود في سيناء، لكن سيطره الدوله المصريه على سيناء هي اللي عملت هذه اللخبطه كلها، هي اللي حولت الاجهزه المخابراتيه تحديدا، لانه اللي بيسيطر على سيناء هو اجهزه المخابرات، وبالتالي فالوضع سيء جدا. طبعا حركة ودنا نعيش كان مشروعها هي مشروع حركة مدنية سلمية بتناضل وبتعمل مؤتمرات لحشد القبائل على قائمة مطالب للحقوق المدنية. الدولة الشعبية ما يعني الناس لا يستطيعون الآن، الدولة لا تسمح لهم تحرمهم تماما من انهم يساعدوا في الحرب على الارهاب او يتواجدوا داخل الحرب على الارهاب، وكأن الدولة المصرية تتعامل معهم كمنافس محتمل بدلا من ان تتعامل معهم كشركاء في السلطة والثروة. هناك مشكلة في عمق الدولة المصرية وفي العصب الثقافي للدولة المصرية تجاه قبائل سيناء. هذه المشكلة ينبغي ان تحل. المشكلة ليست عند قبائل سيناء تجاه الدولة المصرية، المشكلة عند الدولة المصرية تجاه قبائل سيناء. هذه وجهة نظري كمراقب وكإنسان ابن المكان، وكإنسان ضل يراقب المكان. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.